ولينا عايشين في واحد الزمن الدنيا ولينا مفتونين، وهذه بحال واحد المرض خبيث. خصنا نفيقوا، جاء الوقت لكي نفيقوا، وخصنا ضربنا الفيقه، لان الدنيا قصيره. شحال غنعيشوا؟ 60 70 80 عام اقل او اكثر، ونعلم ان الحياه كلها غدا تدوز. لو كانت الحياه تدوم لدامت الانبياء والرسل، ولدامت الحبيب عليه الصلاه والسلام. اين هم الملوك؟ اين هم الملوك؟ اين هم الاغنياء؟ أين هو فرعون؟ وأين هو قارون؟ وأين هم الطواغيت الذين تجبروا في الأرض؟ كل هالك إلا وجه ربي سبحانه وتعالى، وكلنا ميتون، وكلنا نحشر عند سيدي ربي سبحانه وتعالى. وغادي يسألنا واحد كل آتيه يوم القيامة فردا، وغيسولنا على الأعمال ديالنا كلها. واش كنا كنخلصوا في الأعمال ديالنا لوجه سيدي ربي سبحانه وتعالى؟ ولاش كنا كنديروها باش يقولوا فلان ولا فلانة؟ واش كنا كنصليو لوجه ربي سبحانه وتعالى؟ واش كنا كنخرجوا الزكاة او الصدقة لوجه ربي سبحانه وتعالى؟ لا مفر، ما غاديش نتزقلوا منها بالدارجه ديالنا. كل شيء غادي يوقف قدام سيدي ربي سبحانه وتعالى، وغادي يسولنا واحد واحد. الى وصلك هذا الفيديو لعلها تذكرة لنفسي ولك، باش آن الأوان لكي نتحاسب على النفس ديالنا. ديروا واحد البراد ديال اتاي، ويجي واحد ورقه وستيلو. واش انا مقصر في الصلاه ديالي مع سيدي ربي سبحانه وتعالى؟ واش انا كنظلم الناس؟ واش كناكل حق اموال الناس؟ واش كنتقن الشغل ديالي؟ كنت فرملي طبيب، كنت نجار، كنت دريسيان، حداد، مول طاكسي. واش كنتقن داكشي لي اي شغل لوجه الله سبحانه وتعالى ام اغش؟ وغنقول لكم وغنقول النفس ديالي انا، وانا قبل ما نقولها لكم نتوما، والذي نفسي بيده، لكل واحد ظلم الناس وتعدى عليهم في كل مكان اعطاه لك سيدي ربي سبحانه وتعالى، اقسم لك بالله العلي العظيم لا غتخلص في الدنيا قبل الاخره. لان الحبيب عليه الصلاه والسلام قال: اثنان تعجل لهم العقوبه في الدنيا قبل الاخره، وهو عاق الوالدين والظالم. تظلم الناس بالكلام ام بالافعال، اي حاجه كتظلم بها الناس غتخلص في الدنيا قبل الاخره. وعذاب الاخره عظيم واخزى من الدنيا. اللي غنقول لكم واحد الآية غنذكر بها نفسي نذكركم بها: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. واش مبغاش القلب ديالك يرطاب ويرقاق وتعرف بها الدنيا كلها راه غير امتحان؟ كما كيقول سيدي ربي سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. امتحان، وفقط الامتحان غتنجح ولا غتسقط. عمل واستعد لهذا الامتحان، وهو يوم القيامة اللي غتجي فيه عند سيدي ربي سبحانه وتعالى. أخلص نيتك لله، أكثر من تلاوة القرآن وتدبره والعمل به، ومن سنة الحبيب. إن كنت مذنبا فاعلم لك رب رحمن رحيم. مهما بغات تكون الذنوب ديالك، صلي واحد 2 ركعات، قول له: يا رب أذنبت، ويا رب فعلت، ويا ربي أذنبت. وما تخليش الشيطان لعنة الله عليه يريد أن يخزيك وأناش يدخلك لجهنم، كما قال لهابيل. جاء عند هابيل وقابيل وبغى يجعل الفتنه بينهم. هابيل عرفوا انه اللعين، اما قابيل ففتن فيه فسولت له نفسه فقتل اخيه. قال لي: هذا احسن منك، ووقع عليه يوسوس له. ولما قتل اخوه قال: اني بريء منك، اني اخاف الله رب العالمين. فلما عرف قابيل هذا اللعين لعنه الله عليه الرجيم الشيطان، قال له: انت ابليس الذي اخبرنا به ابي ادم؟ قال له: نعم. يعطيني. شوفوا اللعين لما خلاه يقتل خوه في الخرج قال له: يعطيني. وكذلك يقول لنا نحن اجمعين، هذه عبره لنا ان ابليس لعنه الله عليه سوف يقول لنا يوم القيامه: وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتم من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. ما تخليش الكبر في الشيطان، فتواضع لربي سبحانه، ولا الكبر لله الملك الواحد الاحد الصمد. واعمل خيرا، واعمل انك الا درتي شي خير فكتلقاه عند سيدي ربي سبحانه وتعالى. اتمنى الله عز وجل هذه خرجت من قلب وان تصل الى قلوبكم ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا وان يهدينا وان يرزقنا حسن الخاتمه. دمتم في رعايه الله.